انت 11 مليون مغربي لا يبحثون عن عمل رغم الخصص الكبير في يد العامله. فيديو اثار حفيظي ديال بزاف د الناس، وهاد الناس هادو هما المستفيدين من الوضع واللي كيستافدوا اساسا فهمتيني من دوك الطيحات اللي كيطيحوا المغاربه وكيقلبوا على كيفاش يستغلوا الوضع للصالح ديالو. وكيقول لك تفوتني غير انا وتجي فين ما بغات. علاش جبت هاد البلان؟ فاش ناقشت الموضوع ودويت على الحقيقه اللي الاعلام كيحاول فهمتيني يخبيها، فنعطيك مثال. الجريده اللي ساقت الخبر قالت لك 11 مليون لا يبحثون اساسا، زعما راه بحال خارج التغطيه. والواقع راه كيقول العكس. هذا 11 مليون راه ماشي ما باغينش يخدموا او لا ما كيقلبوش على الخدمه اساسا، لا راه كيقدروا راسهم. راه كيشوفوا قدامهم الناس كضرب تمارك حلا وكتاخذ 2500 درهم التي لا تسمن ولا تغني من جهه، وما عندها حتى علاقه اساسا حتى بالسميك. فهمتيني؟ نورمالمون المينيموم مديكلارين 3000 درهم اللي ما كيشداش بنادم اصلا. فمرضوا وبحال الحقيقه والضبط كيبان، خاص هاد الناس يبينوا العكس. لذلك فهمتيني كتلقاهم طالقين لي زاكونت ديالهم فهمتيني في انستغرام وفي تيك توك باش يدحضوا الافكار. بحال دابا واحد لقيتو انا كاتب ليا فهمتيني راه السميك في المغرب 4000 درهم، و دابا ما كتشوف حتى كتعيوم وكتلقى ما تقول، لانه الناس فهمتيني في الكومنتس ولا في الواقع اللي كنعرف انا كيطيروا حتى كيعيو كيشدوا 3000 درهم. هادشي راه خدام بقرايته ونهار كيبغي يخدم كيقهروا غير بالوراق، جيب هادي جمع هادي على اساس راه غيدفع للناظر. و3000 درهم وكاينين قشيطاعات مازال من الفوق، وتجي تكذب عليا انايا؟ زعما انا راه ما شايفش الواقع. هاد الناس راه داروا لراسهم النفس، داروا لراسهم كرامه، والاغلبيه ولا كيقلب على راسو في الانترنت او لا كيدير شي حاجه اللي غتدخل ليه مدخول غيخليه ديفلوب من هنا للقدام. هاد الناس هادو راه ما كرهوش يشوفوك بحال العبد، كتنازل على الكرامه ديالك تحت ما يسمى راه العمل عباده. كيدخلوا لك الدين وبزاف ديال التخربيق باش انه فهمتيني يسيطروا عليك ويلعبوا لك على العاطفه وترد بالدل. راه ما كايناش هاد الهضره هادي. راه الموضوع فاش تناقش راه واحد الشريحه كبيره تشكات في الكومنتس، وشريحه كبيره كتشكى من عدم الاحترام، الدخل الفردي المحدود، وديك المزاولات الغير مهنيه فهمتيني في العمل. زيد على انه فهمتيني كاين اللي طراو ليه مشاكل وضر في الصحه ديالو ما تعوض ما حتى شي حاجه. داكشي علاش ما تبقاوش تكذبوا، راه الواقع كيهضر على راسو. الخدمه في المغرب راه بحال الحياه الماعز، ما كتوفرش فيها حتى الظروف الانسانيه اساسا باش الانسان يخدم، بقى غير ياخذ صالير مزيان وبزاف د العيبات. داكشي علاش الناس خاصها تبدا تتعلم تنيغوسي. وانت نهار بغيت تمشي للخدمه الى انا وهذاك 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 دخل راسو ديك الفكره ديال انني انا راه كنعطيك واحد المجهود اللي نستاهل عليه واحد 6000 7000 درهم، اللي هو نورمالمون خصو يكون هو السمين في المغرب باش الانسان ياكل، الا مرض يمشي للطبيب، يسكن في بلاصه مزيانه ويطور من راسو. علاش ما يكونش هادشي؟ علاش سقف الاجور في المغرب تقدر تحكم فيه فهمتيني؟ الدوله وتعرف شكون اللي كيعطيه هاد الاجور الهزيله وتخرج قرارات باش ان بنادم ياخذ مزيان وياخذ ثمن مزيان باش يقدر يبروفايد على راسو ويولي واحد الانسان انتاجي وبزاف د اللعيبات تقادو. فهمتي؟ انت نهار غادي تعلم تنيغوسي والشركات غيعرفوا بلي راه ما بقاش اللي غادي يخدم لهم بهذاك الصالير ديال الدل وديك التكلبين وحنيان الراس، ديك الساعه راه هما اوتوماتيكمون فاش غيولي الخصاص غادي يهبطوا معاك للتيران وغادي يسمعوا لك وغادي يوفروا لك داكشي اللي بغيتي. ما حد بنادم الاغلبيه فهمتيني طايح مسكين على راسو باقي ما عارفاش كيفاش ملعوبه، فراه اكيد غادي يبقى عندك مشكل. وهنا غادي نهضروا عاوتاني على دوك الناس اللي ديجا فهمتيني كيحنوا الراس وكيتسحب ليه راسو الا مشى دار مجهود مضاعف راه الشركه غادي تكافئو. لا راه انت غدا الطير يجيب بلاصتك واحد اخر واخا تكون خدام معاهم حتى 20 عام. السيستم كابيتاليزم ما تيعرفش فهمتيني بتقدير المجهود ولا ما كيعرفش شي حاجه سميتها انت تقديم على الدوله. انت مجرد روبو كدير لي تاسك ديالك دابا غنساليو منك غادي نلوحو، وهذه حقيقه خصك تدخلها لراسك، لانه الشركه ما كتعاملش بالعواطف، كتعامل بالخدمه والسلام عليكم. داكشي علاش خصك تقدر راسك وتعرف فين تحط راسك، وبمصادر بحال هادو تمشي تقلب مزيان وتعرف شكون اللي كيكتبهم وشنو الغايه منهم باش ما تقولبش وطيح في داك الفخ ديال اللي اثروا لك على الراي ديالك وتولي تقبل غير باللي كان، يعني كيسحب لك بالله راه فعلا هما اللي كيقولوا الحقيقه. انا غادي نصيغها لك بطريقه اخرى. ماشي 11 مليون ما باغينش يخدموا ولا خارج التغطيه، 11 مليون عندهم نفس وعندهم كرامه وكيقلبوا على العداله الاجتماعيه باش يخدموا في احسن الظروف ويطوروا من راسهم ويمشيو مزيان. ماشي بحال بزاف الناس اللي رضاو بالذل وكيبقاو في الشركه اللي فيها تكرفيس العام كامل، اللي صالير طيح والكونجيات طيحين. وهذوك الناس غالبا كتلقى بنادم كيسكيلي في الانترنت باش من هنا لقدام يدير شي حاجه ديالو اللي غتخليه هاجر من هاد البلاد اللي اساسا كيبان ليه فيها الامل مفقود. داكشي علاش خدم عقلك، عرف فين كتحط راسك وعرف كيفاش تنيغوسي على الصالير ديالك باش من هنا لقدام تمشي امورك بخير. كان معك دا جوكاست، نشوفك ان شاء الله في فيديو جاي.